ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتوا عارفين انا لسه عامل عملية الرباط الصليبي الامامي لسه في اول اسبوع اهو، وكنت عايز اوريكم التمارين وعايز اطمنكم ان الموضوع ان شاء الله هو بيبقى صعب اول يومين بس من العملية، وبعد كده مع التمارين والعلاج الالتزام بكل الحاجات اللي الدكتور بيقولك عليها الموضوع هيبقى تمام وكل حاجة هتعدي في العملية. وبعد كده انا مكمل معاكم يعني، لان انا عملت العملية في النمسا، فأكيد الطب في النمسا مختلف عن الطب في مصر والطب في الدول العربية، وأكيد في حاجات جديدة هنا وأكيد في حاجات جديدة في الطب المصري. فأنا بقول لكم الحاجات اللي أنا يعني هستفادها من الدكاترة هنا، والنظام العلاج الطبيعي كله هقول لكم عليه، وهقول لكم كل حاجة يوم بيوم إن شاء الله. أوريكم شوية تمارين لأول أسبوع. وهنا بوريك ازاي تطلع رجليك المصابة برجليك السليمة، تساعدك ان انت تطلعها على السرير، تطلعها على الكنبة، تطلعها على الكرسي، على اي مكان انت هتقعد عليه. وهنبدأ واحدة واحدة بالتمارين بتاعت اول اسبوع. نمد مشط رجلينا ونسحبه علينا، نمد مشط رجلينا ونسحبه علينا، ونكرر الموضوع ده يعني مثلا 10 مرات، ونريح مثلا دقيقة، وبعد كده نكرره تاني 10 مرات ونريح دقيقة. بعد كده نعمل استريتشنج للعضلة الخلفية والسمانة عشان ننشط الدورة الدموية في العضلات. وبعد كده نحاول على قد ما نقدر نحرك الصابونة بتاعة الركبة يمين وشمال وفوق وتحت عشان ننشط الدورة الدموية في المنطقة دي وتقلل الورم وعشان في سوائل بتبقى موجودة بعد العملية وكده، فالموضوع ده بينشط الدورة الدموية في الركبة كلها عشان تخف بأسرع وقت. هنا بنجيب بشكير او فوطة او اي حاجة بنحطها تحت كعب رجلينا عشان نقدر ان احنا نزود المد عندنا في الركبة. والتمرين ده مهم جدا عشان يساعدك ان انت تقدر تجيب حركة المد كاملة للركبة، عشان الموضوع ده بيسرع في الاستشفاء بعد كده ان انت ترجع بسرعة للملاعب. نفس الفوطة بنرجعها تحت الركبة بالظبط، ونحاول نشد مشط رجلينا علينا ونزق لتحت على قد ما نقدر. تحاول تزق لتحت على قد ما تقدر، بتنشط العضلة الأمامية والعضلة بتاعت السمانة، وتنشط الدورة الدموية في المنطقة كلها. هنا بمساعدة ايديك الاتنين تحاول ان انت تتني ركبتك ناحيتك وتفردها. احنا في التمرين اللي قبل كده عملنا اللي هو المد الكامل، ان انت ازاي تقدر تخلي رجليك تمدها كامل. ده بقى التاني، فتتني على قد ما تقدر، يعني ما تجيش على نفسك لو حاسس بوجع ولا حاجة، اتني على قد ما تقدر. وبكده يبقى شفنا التمارين بتاعت اول اسبوع بعد عملية الرباط الصليبي الامامي. وبكده يبقى خلصنا كل التمرينات اللي الدكتور قال لي عليها في الأسبوع الأول، وأشوفكم في الفيديو الجاي في التمرينات الجديدة.